طبعا هذا علاء المصري كان شنو اسمه بقول لك ادي في روحها صحيح انا وانا انت شنو يا علاء؟ قول خليه ياخذ بوسه بس خليه. رجل اعمال ليبي بيسيب الاسد بتاعه على عامل مصري وقال ايه بيهزر معاه. ايه القصه وايه التفاصيل بالظبط؟ انا محمد ودي اغرب قصه ممكن تسمعها. بس قبل ما نبدا الكلام يلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. الرجل اعمال ليبي اسمه عبد الفتاح مقيم في طرابلس، وده طبعا مالك مزرعه كبيره في ليبيا. صور مقطع فيديو وهو بيهزر مع العامل بتاعه اللي شغال معاه من 17 سنه. العامل اسمه علاء وشغال في المزرعه دي من حوالي 17 سنه. في الفيديو بنشوف ان الاسد بيلف حوالين العامل اللي اسمه علاء وعضه من كتفه، وعلاء كان واضح عليه الخوف وكمان الوجع. وفي نفس الوقت صاحب المزرعه بيضحك وبيقول له خليك ساكت علشان الاسد يستمتع وهو بياكلك. لا والله ضربه في كتفي. هندي لك واحد بس بالله عليك. ارقد على بطنك. سعاده يا بابا. ارقد على بطنك. سعاده يا بابا. ها؟ سعاده. هاي نوز تفك روحك صعيدي. نوز سعاده. تفك روحك بسرعه. بس خلاص. ها؟ سعيد. رواد السوشيال ميديا ما سكتوش اول ما شافوا الفيديو واتهموا الراجل بالاهانه والاحتقار الانساني، والموضوع ما خلصش على كده، دول طلبوا كمان بفتح تحقيق قانوني ويكون فوري. رد فعل صاحب المزرعه كان غريب جدا لما طلع وقال السلام عليكم ورحمه الله. انا اخونا علاء، طبعا اعرف فوق 20 سنه او طلع ليكم كلمه اخونا ان الاسد كان من غير مخالب وكمان ما فيش انياب، وان الفيديو كان بغرض الهزار مش اكتر، وان علاء العامل ده مش مجرد عامل، ده شغال معاه من حوالي 17 سنه وبيتعاملوا كمان زي الاخوات. طب وهو في حد يعمل في اخوه كده؟ هو قال كمان ان الفيديو كان غرضه الهزار وان مش قصده لا يحرجه ولا حتى كمان يهينه. والموضوع ما خلصش على كده، ده صور فيديو كمان نفس الفيديو اللي قبله علشان ياكد ان الموضوع ما فيهوش اي اهانه وان الموضوع القصد منه الضحك والهزار مش اكتر من كده. اللي حصل بعد كده بقى يا صديقي ان العامل اللي اسمه علاء طلع بنفسه في فيديو وقال انه ما خافش من الاسد ولا حاجه، وان الفيديو كان الغرض منه الهزار مش اكتر، واكد كمان انه ما حصلش اي قصد لاي اهانه، وعبر كمان عن عمق العلاقه ما بينه وما بين صاحب المزرعه، وقال نفس الكلام اللي قاله صاحب المزرعه ان العلاقه امتدت ما بينهم من اكتر من 17 سنه، وانه ما بيعتبرش الراجل ده انه مجرد حد شغال معاه، وانه بيعتبره ان هو زي اخوه. السلام عليكم، شو الاخبار؟ والله الحمد لله. انا مقيم في ليبيا من 2008. اخواتنا الليبيين احسن ناس وحبايبنا وما فيش ولا حاجه. احنا بس يعني نزلناكم اكثر من 17 سنه 18 سنه، حبايبنا وابوهم واخواته وكنا زي الاخوات معهم. والله ناس تبارك الله عليهم وما في شيء بالنسبه للاسد. والله متراوض والراجل هذا مدرب لي وما فيش ولا حاجه، ومنحي له ضوافره ومنحي له فمه وما فيهوش شيء، يعني قصدي مش خطر على البني بس هو مجرد انه هو هذا اسد ورهبه مش اكثر. في الاول وفي الاخير هذا اسد. وبالنسبه لعبد الفتاح هذا زي اخوي الصغير وحبيبي وما رضاش في ايدها ضرب. وبالنسبه بالنسبه لمقطع الفيديو اللي صار الصفحات الوهميه، الصفحات الوهميه واللي صار هذا كله او شو مش اكثر. وبالنسبه للي حواليه يعني يشرب ياخذهم، ودي مع الصعيد ودي مع مصر. تعال بقى نروح للرأي العام واللي الفيديو أثار غضبهم وكانوا مستنكرين جدا اللي حصل، وناس كتير عبر المنصات وصفوا الفيديو بأنه إهانة للكرامة الإنسانية واستهتار بحياة البشر، وطلبوا كمان بمحاكمة المسؤولين. تعال بقى نروح لليبيا واللي الحكومة هناك ما سكتتش على الواقعة وبدأوا كمان إن هم يحققوا فيها، وعدد من الصحف في ليبيا بدأت تطالب بالتحقيق مع صاحب المزرعة. تعال بقى يا صديقي أقول لك على رأيي في الموضوع. الموضوع مش مجرد إن الراجل عمال اطلق اسد على عامل شغال عنده، الموضوع اعمق من كده. دي مش دعابه، دي اهانه للكرامه الانسانيه، حتى ولو كانوا الطرفين طلعوا قالوا ان هم كانوا بيهزروا وان الفيديو كان مجرد هزار مش اكتر من كده. يعني ايه تهزر باسد؟ يعني ايه واحد يتعمل فيه كده ويتقال له خليك ساكت علشان الاسد يستمتع؟ وده طبعا حتى ولو كان الاسد بدون اي انياب، دي طريقه فيها استعلاء وكأن العامل ده مش بني ادم زيه زينا، وده بيفتح باب اكبر ليه الناس اللي
اعلى، او الناس اللي معاها فلوس شايفه ان الناس اللي اقل منهم سواء بقى كان في الفلوس او الجنسيه او كمان الوظيفه من حقهم بقى يضحكوا عليهم او يستهزئوا بيهم بالشكل ده. الضحك يا صديقي ليه حدود، والكرامه ليها خطوط حمراء، واي حاجه بتكسر الخط ده لازم نقف عندها ونسال هو احنا لسه لحد دلوقتي شايفين الناس اقل من بعض؟ ده يا صديقي رايي ان اللي حصل كان غلط كبير جدا، ولو في نيه اصلاح او اعتذار حقيقي يبقى مش بالكلام ولكن بتصرفات اللي تدل على كده. وفي النهايه لازم نحترم الانسان ايا كان، ويا ريت بقى القصص دي تخلينا نراجع نفسنا شويه، لان من الاخر الكرامه مش لعبه، والهزار لازم يكون ليه حدود، والانسان يا صديقي عمره ما كان وسيله للضحك او حتى التسليه. اللي حصل في الفيديو ده ناس كتير ممكن تشوفه هزار، ولكن على الجانب التاني في ناس شافته وجع وقله قيمه، ولكن الحقيقه النظره اللي بنشوف بيها بعض هي اللي بتحدد احنا رايحين على فين كمجتمع. وسؤالي ليكم، لو كنت مكان العامل ده هل كنت هتسكت وتعدي ولا كنت هتتصرف؟ وكمان ازاي؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات وشاركوني بتعليقاتكم، واشتركوا في القناه لو مهتمين بقضايا الانسان قبل اي حاجه تانية، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.